السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل يا جماعة المافن وورق المافن اهوت تمام. وصورنا اخيرا الفيديو. كنا عملنا فيديو قبل كده المافن وما تصورش، الحمد لله بفضل الله كانت الكاميرا مش شغالة ساعتها وزعلنا جدا، بس الحمد لله بفضل الله عملنا النهارده فيديو جامد جدا بالوصفة كلها، وهنخليكي تعملي مافن احسن من بتاع الكافيهات واحسن من بتاع اي فندق دخلتيه. عايز اقول لكم حاجة تحفة. شركة بيكلاند يا جماعة عاملة مافن. طبعا احنا عارفين المافن مختلف عن الكب كيك شوية، بس في ناس بتقول لك ايه يعني ايه احنا بنحس ان هو شبه بعضه، بس لا. بصوا قطعه المافن عامله ازاي يا جماعه. بتبقى تحس ان هي عاليه شويه من فوق كده اهوت، تحسها ان هي فيها شقات شويه كده اهوت، ومختلف شويه عن الكب كيك. بس عايز اقول لكم طعمه في حته تانية، طعمه تحفه بجد. انا دقته والكل اللي ده او اخده من عندي في المحل بفضل الله عجبه جدا جدا جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص يا جماعه الورق ده كمان ان شاء الله موجود في المحل اهو، اللي محتاجه يكلمني وبفضل الله موجود، وسعره كويس جدا ان شاء الله مقارنة باسعار الايه اللي في السوق. وعايز اقول لكم ان المافن ده يا جماعة في حتة تانية بجد. بصوا ما شاء الله. نفتح واحدة كده نشوفها بقى مع بعض كده اهو. بصوا يا جماعة في الورق ده شكله تحفة تحفة بجد. بصوا عامل ازاي بقى، ما شاء الله ما شاء الله. كيك هش جدا يا جماعة. هو مش محتاج سكينة، نفتحه كده واوريكم ايه. بصوا هش جدا هش جدا ما شاء الله. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الكيك عامل ازاي يا جماعه. بصوا هش جدا جدا ما شاء الله. طعمه تحفه بجد بجد يعني. اللي هيجربه هيعجبه جدا جدا. اللقمه بتاعته هشه جدا، طعم الكيك نفسه ناعم جدا جدا، سكره مظبوط تحفه. تحطي بقى فيه شوكولاته شيبس، تحطي فيه فواكه مجففه، مكسرات، اللي انت حباه تحطيه حطيه. طبعا موجود في المحل. وطبعا لو انت في مكان بعيد عننا احنا بنشحن، مش عارفه تجيبي من عندنا او مش عايزه تشحني، اي مكان مستلزمات حلوان هتلاقيه ان شاء الله عنده. ده يا جماعه مافن بتاع بيكلاند تمام كده، بفضل الله موجود في اي مكان. اللي محتاجه من عندنا احنا ممكن نشحن له، بنوصل ديليفري ايا كان يا جماعه. لازم تجربوا البتاع دوت، البتاع ده اختراع تمام كده. طبعا احنا بنسهل لكم الدنيا اهوت، وبنعرفكم كل اللي موجود اول باول وكل ايه جديد تمام كده. يا رب نكون افدناكم بالفيديو. طبعا شير ولايك عشان الكل يستفيد. مكاننا الاسماعيليه شارع المدارس، تاخدوا على شارع طنطا او مكتبه الشباب. اللي محتاج يا جماعه بيكلمنا على 012 2 564 1677. طبعا يا جماعه الوصفه بتاعته سهله جدا جدا. ويلا بينا نشوف الطريقه، يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا ايه المافن بتاعنا اللي هنعمله. طبعا يا جماعه انتوا عارفين المافن مختلف عن ايه الكب كيك تمام كده، بس هم قريبين من بعض خالص يعني يعتبر اخوات. بس ده ليه مقادير وده ليه مقادير، وده ليه شكل هو بعد ما بيتعمل، والتاني ليه شكل تاني تمام كده يا جماعه. هنعمل مقادير نص كيلو النهارده. النص كيلو بياخد ايه، بياخد كوبايه زيت، نص كوبايه ميه، 3 بيضات. لو هنشتغل بالجرام النص كيلو بياخد 100 جرام ميه و150 جرام بيض، يعني هم 3 بيضات، وبياخد معانا 200 جرام زيت اللي هو كوبايه الزيت تمام كده. نسمي الله ونبدا نشتغل. اول حاجه معانا ايه 3 بيضات، بننزل عليهم بشويه فانيليا وشويه قصانص لبن كده. طبعا يا جماعه الشركه قايله ان هو يتحط بس زيت وبيض وميه، بس انا بحط الحاجات دي عشان ايه زفرت البيض شويه لو البيض زفر شويه معايا تمام. ونجيب بقى البوله بتاعتنا كده وننزل فيها بالبيض اللي هم ال3 بيضات دول بتوعنا يا جماعه كده. وننزل بكوبايه الزيت، نشتغل يا جماعه بزيت ذره او عباد. وبننزل معانا ايه بنص كوبايه ميه. وبننزل يا جماعه بعد كده بايه بنص كيلو المافن بتاعنا كده. وبنبدا يا جماعه نضربه لمده 5 دقايق كده لغايه لما الايه الكيك بتاعنا يتجانس. هو بصوا يا جماعه اولا الكيك دوت ما بيعلاش زي الاسبونج تمام كده، يعني مش هنضرب فيه لغايه لما نحس ان هو عالي زي الاسبونج. هو زي كيك بالظبط او الكب كيك اللي احنا بنعمله العادي. واول ما نشتغل كده زي ما احنا يا جماعه ايه متعودين، بنشيل الدقيق اللي هو ايه شايفين الدقيق من تحت هو عامل ازاي، عشان ما يبقاش مكلكع معانا الدقيق بتاعنا او البيض او اي حاجه من تحت. فاول ما نشتغل نعمل كده على طول
شايفين؟ بصوا كده يا جماعه، احنا القوام اللي احنا عايزينه تمام كده. بنجيب بقى المعيار بتاعنا كده ونصب فيه الايه الكيك بتاعنا عشان نصبه في القوالب بتاعتنا. وبنجيب بقى يا جماعه ايه ورق المافن. ده الورق المخصوص للمافن يا جماعه هو تمام. احنا جايبينه وان شاء الله يبقى موجود في المحل، طلبناه ان شاء الله وجاي في السكه اهو معانا. هنصب بقى ايه بسم الله. بنصب جزء من العجين كده يا جماعه اهو عشان نحط شوكولاته شيبس في النص او فواكه مجففه، اي حاجه احنا حابينها. بنجيب بقى يا جماعه اي شوكولاته شيبس او اي حاجه احنا حابين نحطها. لو حابين نحط مكسرات، حابين نحط فواكه مجففه، ده حاجه بقى براحتكم. وبنكمل بقى بقيه ايه صب العجينه يا جماعه كده. كده يبقى احنا خلصنا ايه صب بقيه الكميه. هنحط ايه بقى شوكولاته شيبس تزيين للوش كده. كده احنا ايه خلصنا كده تمام. بندخلها على درجه حراره 180 ويكون الفرن اهم حاجه شغال قبليها سخن. وبندخلها وتقعد حوالي نص ساعه. هندخلها ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه بقى المفرن بتاعنا جوه الفرن اهو من قلب الحدث اهو. ما شاء الله بصوا يا جماعه عامل ازاي، شكله تحفه تحفه. طبعا الصغيره دي اللي فضلت بقى العجينه اللي فضلت ام حبيبه عملتها ايه ماربل كده بشويه كاكاو، برضو حطت شويه كاكاو على بقيه العجينه وعملتها ماربل كده تحفه برضو. بصوا عامله ازاي، بصوا يا جماعه، بصوا الشغل بجد يعني. لازم تجربوا المافن ده يا جماعه. هنطلعه بقى ونرجع لكم تاني. طلعنا المافن بتاعنا يا جماعه من الفرن اهو. لسه طبعا هو دافي شويه بس عشان بقى نصور ونخلص التصوير بتاعنا. ما شاء الله بصوا يا جماعه عامل ازاي، تحفه تحفه. بصوا عامل ازاي يا جماعه، ما شاء الله. كيك هش جدا جدا. بصوا كيك هش ازاي. طبعا دي اللي فضلت يا جماعه وعملناها بقى ايه بماربل كده، حطينا شويه كاكاو على شويه عجينه منها وعملناها زي الماربل كده تمام. ده بقيه العجينه. ده دليل ان احنا ممكن نصبه مثلا في انجليش كيك او في صينيه كيك عاديه او نصبه في ورق الكب كيك او المافن كده اهو. تمام كده يا جماعه. يا رب نكون وصفتنا عجبتكم وتكونوا استفدتم منها. اللي استفاد يا جماعه شير ولايك عشان الكل يستفيد. وطبعا المافن ان شاء الله موجود في المحل اللي محتاج منه اي حاجه. طبعا احنا بنشحن وبنوصل لجميع المحافظات والدليفري شغال 012 2 564 1677. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.